للتسامح، ابدأ بفهم مشاعرك وحاول رؤية الوضع من منظور الشخص الآخر. قد تكون الاتصال المفتوح والصدق في التعبير عن مشاعرك خطوة مهمة، وأبحث عن حلول بناء بدلاً من اللوم. أيضاً، حاول تجنب تراكم الغضب والحقد، وكن مستعداً للنظر إلى الأمور بروح هادئة. قد تكون الاعتذارات مفيدة من الجانبين، وتذكر أن التسامح ليس دليل على الضعف، بل يعكس قوة الروح والقدرة على التغلب على الصعاب. كمل في تطوير قدرتك على التسامح من خلال تعلم الدروس من التجارب وعدم تكرار الأخطاء. حاول أيضا تقديم العفو لنفسك، فالتسامح يبدأ أيضا من الداخل. ابني جسرا من الفهم والاحترام، وقدم الشخص الآخر بحسن نية. في النهاية، يسهم التسامح في بناء علاقات صحية ويعزز السلام الداخلي. إذا كنت تجد صعوبة في التسامح، فحاول تشجيع نمط حياة صحي وممارسة التأمل أو الرياضة للتخلص من التوتر. قد يكون التواصل الفعال والاستعانة بالدعم العاطفي أمورا مهمة لتجاوز الصعوبات. ولا تنسى أن التسامح لا يعني دائما الموافقة على السلوك الضار، ولكنه يعكس استعدادك للتقدم نحو فهم متبادل وبناء علاقات أفضل. هذا رائع. في استمرارك على طريق التسامح، حافظ على فهمك، لأن الناس يختلفون وقد يكون لديهم أسباب خاصة لتصرفاتهم. اعتني بصحتك العقلية والجسدية، وابحث عن طرق تعزز التواصل الفعال وتعزيز العلاقات الإيجابية. قد تجد أن التسامح يخلق بيئة إيجابية تعود بالفائدة على الجميع. لتعزيز قدرتك على التسامح، اتبع مبدأ اختر بحكمة رد فعلك. عند مواجهة تحديات، حاول التفكير بشكل هادئ وتحليل الوضع قبل الرد. العمل بوعي يمكن أن يحسن من فهمك للمواقف ويزيد من قدرتك على التسامح. كما يمكن أن تكون تقنيات التأمل والتأمل الإيجابي أدوات فعالة في تعزيز الهدوء الداخلي والقدرة على التغلب على الضغوط. علاوة على ذلك، حافظ على التواصل المستمر والاستماع الفعال لآراء الآخرين. يمكن أن يسهم فهم وجهات نظر مختلفة في تعزيز التسامح وتقوية العلاقات. ولا تنسى أن التسامح ليس عملا فوريا، بل عملية تستمر مع مرور الوقت، بمثابة استثمار في نموك الشخصي وبناء جسر للفهم والتعاون في مجتمعك وحياتك الشخصية.